ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلوا تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين وسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فرح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين وسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين وسبح باسم ربك العظيم اللهم صل وجوهنا باليسار ولا توهنا بالاقتار فنسترزق طالب رزقك ونستعظم شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كل أهل العطاء والمن اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنة للحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة على من أسلفنا الصالحون وعلى من وحبيب على نهبشي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصله وسهل ما قد تعوى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد
محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك. السلام عليك زين
السماء السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك زين السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك طه يا طبيبي صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك يا مسكي وطيبي صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه عليك زين الأنبياء سلام عليك تقلت قيام السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء
يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي ولودنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب لوذنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم شرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمن لنا ونوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيع الضلال صلى الله عليه ومن في فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فمن فاجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتروح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ لله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه فما أعظم من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويؤتم بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم شرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بدور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشحوذ بالعين هاو لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله نعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرب بموطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأدخرت من سر هذا النور ما أدخرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة
والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله ونورا أير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف وإن كانت لا تفي بعشر من شر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فألا تعرف الكلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما خفته من سر أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وسلم في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله تعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا التشوق إلى السماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافي ويتروعنا بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات
ثم الحسين للنبي قرة العين الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكب جدهم صلوا عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي يحصل شفاء للسقيم يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي يحصل شفاء للسقيم قلوب السلك اللجا يا ربنا يا كريم جد بالعوافي وبادر بيس شفاء للكليم يا مولد المصطفى يلي مقامك قديم عسى بجاه النبي حصول شفاء للسقيم يا ربنا يا جزيل العافية رحم رحيم جد بالعوافي ولا تكشف على العبد كيم يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي صل شفاء للسقيم أسلافنا وأهلنا سكان بلدة ريم ومن حضر عندهم مسافر أو مقيم يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي صل شفاء للسقيم جد بالشفاء والعوافي للذي هو سقيم يا رب
صفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا إن جئت وادي المنحنى فاخطب به وانزل على كنز الغنى يا رب ما كتوصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا والإمام لجيرة حلوا به وانشد فؤادا ضعف ذاك الفدا يا رب ما كتوصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا الله على نور رسول الله 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 على نور رسول الله 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 على نور رسول الله 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 على نور رسول الله يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة لما ناديت لبينا قدمنا السمع والطاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة لما ناديت لبينا قدمنا السمع والطاعة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي يحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء
قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور صلى الله وقد ورد عليه. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأم الذي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. فضمت أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصغير اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ عنقت به هذه الذرة المكنونة والجوهرة المسجونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. بقرب دور شرك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل حملا في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعبر الفرح بملاقات أشرف البريات وبروز من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه. فأظهر الله بالوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله عليه.
فحين قرب ونوط هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب صلى الله عليه وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فوق كل نور صلى الله وأنفذ عليه الحقوق على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وطنه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه. فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود منعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. Hadiraki Rasulullah pakarong dek Rasulullah patro ketemuan bi Rasulullah asyaraqal kaunu btihajan biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajadda salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika فاضربوا يا أهل المثاني فهزروا اليوم غرد واستضيئوا بجمال فاق في الحسن سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر
مؤبا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل يحصره العد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل ما قصاد آمين يا الله يا رب حسبنا يا رسول الله سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهجا سبيلك كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد آمين يا الله يا رب يا الله سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله طلع البدر علينا من ثنيات
الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا واكرمي الأرواح منا واكرمي الأرواح منا بلقاء خير الأنام مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين من خاف الله تعالى dallahul khawfu ala kulli khair. Al-Imam Fudail bin Iyad, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kepada beliau dan kita mendapatkan keberkahannya. Barang siapa yang takut kepada Allah, man khafallaha ta'ala, barang siapa yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dallahu, maka baginya akan menunjukkan al-khawfu, rasa takut tadi itu, ala kulli khairin, atas segala sesuatu yang baik. Kalau kita diberikan petunjuk untuk melakukan kebaikan, berarti di hati kita masih ada rasa takut kepada Allah. Namun sebaliknya, jika kita tidak mau hadir di majelis-majelis yang baik, berarti di hati kita sudah tidak ada lagi rasa takut kepada Allah. Man khafallaha ta'ala, barang siapa yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dallahu al-khawfu ala kulli khair. Rasa takutnya kita ini akan menunjukkan kita, memberikan petunjuk bagi kita untuk melakukan kebaikan. Semua kebaikan-kebaikan ini yang kita lakukan, kalau bukan karena Allah memberikan rasa takut kepada kita, niscaya kita tidak akan diberikan ketertarikan untuk melakukan kebaikan. Maka hadir majelis-majelis sebagus ini kan niatnya nambahin ketakwaan ke Gusti Allah. Hadir majelis taklim, majelis dzikir, majelis ilmu, majelis sholawat, niatnya nikah untuk menambah rasa takut ke Gusti Allah, untuk menambah rasa iman ke Allah subhanahu wa ta'ala.
Arab kulit sampean tak kenceng kebagusan ini tak takok Gusti Allah. Sabane terangake gendi majauna ota besemaan sejauh mana jarak kita dengan Allah, sedekat mana jarak kita dengan Allah, tergantung di mana kita menaruh Allah Subhanahu wa taala di hati kita. Semakin jauh daripada maksiat semakin dekat kepada Allah. Semakin dekat kepada maksiat semakin jauh daripada Allah. Maka rasa takut kulit sambian ini tak gampang nih kak. Maka orang-orang yang soleh nih tak gelem ketinggalan ngelakonin kebagusan karena dalam ini pun rasa takut Gusti Allah. Mana ada rasa takut tak bisa ngelakonin kebagusan nih kak. Solat berjamaah malas, baca Al-Quran malas, hadir majelis-majelis taklim malas. Malas sampeyan benih-benih apa? Tak pati takok Gusti Allah. Nah, maka takok niki dadi kunci utamanya untuk meraih segala kebaikan niki adalah ketakwaan kaula ben panjenengan dekat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diceritakan ada seseorang di kaum Bani Israel. Bani Israel lambok, Bani Israel mungkin nih kak, Israel mungkin nih pun kare coran-cora. Lamba ulama Bani Israel nih kebeda. Ulama wa sulahauhum dari Bani Israel nih kebeda. Orang-orang yang sesai. Tapi yang akhir-akhir mungkin nih ke Israel pun kare bercuban. Situng beda orang dari Bani Israel nih kak melakukan hanya satu dosa. Hanya melakukan satu dosa, asaba dzamban fahazina. Satu orang rajulan min Bani Israel, ada satu orang dari Bani Israel dia terjerumus hanya satu dosa, bukan beberapa dosa. Asaba dzamban, dia melakukan satu dosa, fahazina, kemudian dia susah tok, bingung tok, gara-gara situ ngelakuin dosa. Wa yaqulu, kemudian dia mengatakan pada dirinya sendiri, bima yarda rabbi fakuntu siddiqan. Bagaimana mungkin aku akan mendapatkan keridhaan dari Allah sementara aku ahli maksiat? Hanya satu dosa. Kemudian bertobat, merasa menyesal, fakuntu siddiqan, maka aku dicatat sebagai orang-orang yang benar-benar dalam keimanan. Jadi orang saya siddiq, benar sadiq tapi siddiq, aneh ke benar orang setandi dosa, orang saya endik dosa tapi kelem ambu dari itu sana, mau berhenti, bertobat, kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menambah ketakwaannya, mengasah ketakutannya kepada Allah dengan menghadiri majelis-majelis yang baik, maka bukan barang tidak mungkin orang yang semacam tersebut dicatat oleh Allah siddiqon, taubat ongguan. Minta nasa porah ongguan, ambun ongguan tak balabal ngak kulit sambian. Walaupun dia pendosa, tapi dia betul-betul bertobat ongku nih kak. Atau potongku dekat Allah Subhanahu wa taala, hatta kuntu siddiqon, sampai aku dicatat menjadi orang yang siddiq. Ongkuan iman. Nah, oleh karena itu, semakin kita mempunyai rasa takut semakin kuat kepada Allah, maka rasa takut tersebut dallahu ala kulli khair, akan menunjukkan kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Arab mata pati kenceng, tak pati takut. Mata semangat, tak pati takut. Raja males, raja sengkana. Berarti ki rajaan bengal dekat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maturmu kepada selamat, maturmu kaya parang rasa takut dekat Allah Subhanahu wa taala, ben matur ke majelis nika bisa narasa nambah narasa takut dekat Gusti Allah, dan bisa nambah narasa mahabbah, cinta dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim ala sayidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما ندم الفكر من دراري العوزة في المحمديات وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا
وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواتن القرب ومدهار قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في هدرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي تراعي اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافظين اللهم إن لنا أدمان في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء والسائل بما ساء والمعمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وداهره وأم ببركاته وشريف وجاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وادم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا مأنا وسورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدلى بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار
وأعيد بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرص المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا الحمد لله رب العالمين. نختم هذا الدعاء المولد شمس الدرار في مجلس دار المحبين في هذا المصلى وإلى حضرة بسر الفاتحة.